السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض فطيره الكاستر باسهل وابسط طريقه من غير لا فرد ولا توريق، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال. واظن الفيديو موضح قد ايه طالعه جميله وشكلها تحفه ما شاء الله. ان شاء الله تجربيها وتطلع وصفه سهله وبسيطه. ولو لسه اول مره تتابعيني يا ريت ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا باذن الله. في الاول كده انا جبت الحله بتاعتي، هضيف فيها 3 كوبايات من الحليب، ومعايا هنا معلقتين من السكر، ومعايا 3 معالق كبار من الكريم شانتيه، ومعايا هنا 4 معالق كبار من الكاستر. وهنا كمية السكر مناسبة جدا لان اصلا الكاستر بيبقى فيه سكر. انا هقلب كل المكونات دي دلوقتي على البارد الاول، وبعدين هرفعهم على النار. اول ما ارفعهم على النار طبعا مش هسيب التقليب، لازم هفضل اقلب فيهم عشان القوام بتاعي يفضل كريمي وما يكتلش معايا. انا هنا بعد ما رفعتهم على النار، هنا الخليط بتاعي هيبدأ يتقل معايا واحدة واحدة. اول ما يبقبق بقى كده خلاص الخليط بتاعي بقى جاهز. هنا الحشوة بتاعتي جاهزة، هغطيها كده، حطيتها في بوله وهغطيها بستريتش راب او كيس تلاجة بحيث ان هو يكون ملامس السطح بتاعها عشان ما تعملش اي قشره، واسيبها كده لغايه ما تبرد. هنا كانت الحشوه بتاعتي خلاص بردت. هنا كنت مجهزه لفه الجلاش بتاعتي وهي عباره عن نص كيلو، ومعايا هنا سمنه بلدي كنت مسيحاها، ومعايا هنا شويه كده من المكسرات. لو مش متوفر مكسرات عادي خالص كملي الوصفه زي ما هي، مفيش اي مشكله. انا هنا لكل فطيره انا هعملها هستخدم 3 ورقات من الجلاش. اول ورقه هديلها مسحه كده من السمنه، ودي الورقة التانية نفس الكلام برضو هديلها مسحة من السمنة، بين كل طبقة وطبقة كده هديلها مسحة سمنة. مسحة السمنة دي بتدي توريقة للفطيرة بتاعتك وبتخليها تطلع معاكي تحفة جدا، وان شاء الله هتجربيها لها هتلاقيها احسن كمان بتاعت المحلات الحلواني. عايزة اقول لكم ان الحشوة كمان طعمها حلو قوي، غير انها سكرها ممتاز. هنا دي الورقة التالتة انا بحطها كده بالعرض، دي اللي هحط فيها الحشو واقفل عليها. يبقى احنا شفنا حطينا الاول اول ورقتين، والورقة التالتة بحطها بالعرض كده وبحط الحشوة بتاعتي عليها، وبنقفلها زي ظرف. والفيديو تقريبا موضح كل التفاصيل عشان تبقى باينه قدامكم برضو. انا هنا حطيت رشه من المكسرات، وتقدروا تستغنى عنها برضو عادي، مفيش اي مشكله. هقفل بقى على الحشوه بتاعتي كويس جدا. دي طريقه التقفيل اللي هي المفروض تبقى مناسبه معانا، وده شكل الفطيره بتاعتنا. هنعمل واحده كمان بحيث انها تبقى واضحه بالنسبه لكم. وصفه سهله وبسيطه، ومتاكده ان شاء الله ان انت اول ما تشوف الفيديو ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. لو لسه ما عملتيش لايك يا ريت ما تنسيش. انا هنا كنت مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 180 رف اوسط. عايزه اقول لكم الفطير هيطلع مورق والحشوه جواه بجد طعمها خرافه. الولاد هيعجبهم جدا ان شاء الله. اول ما تجربيها هستنى رايك في التعليقات باذن الله. حاجه حلوه كده سهله وبسيطه وعلى قد الايد. وكده الفطيره بتاعتنا جاهزه. انا هحطها في الصينيه بتاعتي وهدهنها كده من على الوش بمسحه برضو من السمنه، وهدخلها على فرن طبعا كنت مسخناه قبلها. وهتطلع معايا بالجمال والحلاوه دي، حاجه كده في منتهى الجمال بجد. متاكده ان انتوا لما تجربوها هتدمنوها.
انا هنا سقيتها بالشربات. الشربات كان عندي شويه، انا كنت احنا عملناه قبل كده مع بعض في الفيديوهات اللي قبل كده. هو عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايه ونص من الميه، وعصره ليمون. هرفعهم على النار لمده بس 5 دقايق او 7 دقايق، وبعد كده اطفي عليه. انا هنا بقى التزيين ده تقدري تاكليه بس برشه سكر، تقدري تاكليه كده. انا حبيت بس ايه ازينه بحاجات بسيطه كانت متوفره بالنسبه لي. هنا حطيت شويه من الكريمه وعليهم قطع من المانجا، ومعايا هنا شويه من الكراميل. انا لما جيت اضيف يا جماعه الشربات، انا ما ضفتش كميه كبيره من الشربات، يا دوبك حاجه كده بسيطه، بحيث انا مش عايزاه مسكر زياده عن اللزوم. السكر بتاعه كان مظبوط جدا، وحاجه كده في منتهى الجمال. التزيين دي بقى حاجه ترجع لك، يعني ايه حسب المتوفر بالنسبه لك. ممكن رشه سكر بودره، ممكن تسيبيه ساده كده خالص مفيش اي مشكله. دي حاجه حسب المتوفر بالنسبه لك عادي جدا. الفطير بتاعنا طالع معانا في منتهى الجمال، احلى كمان من محلات الحلواني. متاكده ان انتوا لما تجربوها هتعجبكم جدا. ده غير ان الحشوه بتاعها تطلع معانا حاجه كده تحفه. يا رب الوصفه تكون سهله وتعجبكم، وهستنى رايكم ان شاء الله. ويا ريت ما تنسيش تعملوا لايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد معنا باذن الله. شايفين الفطير بتاعنا حاجه كده قمر. تعالوا نفتح كده واحده مع بعض ونشوف الحشوه بتاعتنا من جوه عامله ازاي. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ حاجه كده في منتهى الجمال. اشوفكم على خير، وان شاء الله في وصفات جايه باذن الله.